أهلا بيكم في تيشو توك. النهاردة هنتكلم عن الميكروسكوب. بعد ما عملنا بريباريشن للتيشو وجهزنا السلايد وعملنا الستيننج، جت بقى مرحلة الفحص. الميكروسكوب وظيفته معايا إن بيعمل حاجة اسمها ماجنيفيكيشن، بيكبر الصورة. إحنا السيلز والحاجات دي كلها too small to be seen by human eyes، علشان كده اضطرينا نستخدم ميكروسكوب علشان أشوف بيه. الميكروسكوب بقى وظيفته هنا إنه بيعمل ماجنيفيكيشن، بيكبر الصورة من غير ما تفقد الدقة بتاعتها اللي هو الريزوليوشن. يعني الماجنيفيكيشن ملوش أي لازمة من غير الريزوليوشن. زي مثلا لو معاك كاميرا عادية خالص جيت تصور بيها ونيجي بقى نكبر الصورة نلاقي الصورة التفاصيل بتاعتها راحت. الكلام ده مش بيحصل في الميكروسكوب. يعني ممكن نكبر باللايت ميكروسكوب لغاية 1000 مرة والصورة تبقى محافظة على كل تفاصيلها. ده هيودينا بقى لحاجة في الريزوليوشن اسمها باور اوف ريزوليوشن أو resolving power. دي عبارة عن shortest distance between two details below which they appear as one, or the smallest diameter of an object below which it cannot be seen at all with the microscope. الهيومن اي الليميت اوف ريزوليوشن بتاعها 2/10 ملي، يعني اخرها يكون بين التو اوبجكتس دول مسافة 2/10 ملي عشان اقدر اشوفهم تو اوبجكت. طيب الليميت اوف ريزوليوشن اوف لايت مايكروسكوب 2/10 مايكرون، الملي 1000 مايكرون، فده دقته أعلى بكتير. الليميت اوف ريزوليوشن اوف إلكترون مايكروسكوب 2/10 نانو، المايكرون 1000 نانو. يعني كل ما الليميت اوف ريزوليوشن كان رقم قليل كل ما كان الريزوليوشن باور أحسن وأحسن. الماجنيفيكيشن زي ما اتفقنا اللي هي قوة التكبير في اللايت مايكروسكوب اللي عندنا هيبقى فيه قوة تكبير 50 وفي 100 وفي 200 وفي 400 في لغاية 1000 في العدسات. الإلكترون مايكروسكوب ممكن يكبر 100,000 مرة وأكتر. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدوسوا لايك واعمل سبسكرايب للقناة لو عاوز تفهم الهيستولوجي.